خديجة سيدة الطريق. في أحد الأحياء الشعبية بمدينة إنزكان، كانت خديجة تعيش حياة هادئة مع زوجها وأبنائها الثلاثة. كان زوجها سائق شاحنة يعمل بجد لتوفير لقمة العيش، فيما كانت خديجة تهتم بالبيت وتربية الأبناء. لكن القدر لم يكن رحيما، ففي إحدى الليالي تلقت مكالمة قلبت حياتها رأسا على عقب. حادث مروع أودى بحياة زوجها. وجدت خديجة نفسها وحيدة أمام مسؤولية ثقيلة: 3 أطفال يحتاجون إلى الرعاية، ومصاريف الحياة التي لا ترحم. في البداية عملت في تنظيف البيوت ثم بائعة خبز في الحي، لكنها كانت تحلم بأكثر من ذلك. لم تكن مستعدة للاستسلام، بل قررت أن تكمل طريق زوجها بطريقة لم يسبق لامرأة في محيطها أن سلكتها: قيادة الشاحنات. واجهت صعوبات كثيرة، فالمجتمع لم يكن يتقبل بسهولة أن تجلس امرأة خلف مقود شاحنة ضخمة، كما أن تعلم القيادة كان تحديا بحد ذاته. لكنها لم تستسلم، التحقت بمدرسة لتعليم السياقة، وحصلت على رخصة القيادة المهنية بعد شهور من التدريب. كان أول يوم عمل لها بمثابة اختبار حقيقي: نظرات الاستغراب من زملائها الرجال، التعليقات الساخرة. لكن خديجة لم تلتفت لكل ذلك. أمسكت بالمقود وضغطت على الدواسة وانطلقت. مرت السنوات وكبر أبناؤها ليصبحوا رجالا ونساء يفتخرون بأمهم الحديدية. أصبحت خديجة سائقة محترفة، تنقل البضائع بين المدن، تقطع آلاف الكيلومترات بكل ثقة. لم تعد مجرد امرأة تحاول إثبات ذاتها، بل أصبحت رمزا للكفاح والإصرار. وفي كل مرة تنظر إلى الطريق الممتد أمامها، تتذكر رحلتها الطويلة وكيف أنها حولت الألم إلى قوة، وأثبتت أن المرأة قادرة على اقتحام أي مجال